السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب المتابعين مطبخ يوميات ادم وفرح. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا، يا رب ان شاء الله تعجبكم. معايا المقدار على حسب اللي موجود عندك، ممكن بصدر فرخة ممكن بصدرين. انا بحب اعمل كفتة الفراخ بخالية صدور الفراخ وخالية الوراك، يعني بعملها بالاتنين. فمعايا المكونات، معايا بصل، معايا خضره كزبره على بقدونس، معايا توم، معايا ده بقسماط، معايا الفراخ زي ما قلت لكم انا بحب اعمل بالوراك وبالصدور، فخاليه فراخ خاليه صدور وخاليه وراك، تمام. ومعايا البهارات بتاعتي دي مرقه دجاج، بابريكا مدخنه، كزبره، كمون، فلفل اسمر، 7 بهارات، شعره صغيره قرفه، والملح بتاعي. اول حاجه هنعملها مع بعض هنقطع الصدور والوراك قطع صغيره بس عشان تتفرم معايا بسهوله، وهوريكم هنعمل ايه. اهو احنا قطعت الصدور وقطعت الوراك قطع صغيره بس عشان تبقى سهله معايا في الفرن. هديها فرمه وبعدين هنحط بقيه المكونات كلها. دي الفراخ اهيت انا ضربتها نص فرمه، لسه اني هحط لها البصل، قطعت معايا البصل اهوت وهحط لها بقيه المكونات، فلسه كده كده هتتفرم تاني. فانا هنقص الفراخ بتاعتي كده، هحط جزء، هحط البصل اهو، وهحط كام فص توم، مش هحط التوم ده كله فهما كنا بيقشرهم، بسم الله ما شاء الله يعني. نحط حته من الفراخ، هضرب المكونات ديت مع بعضها مع شويه من البقسماط ده انا عاملاه هنا في البيت مش شارياه. هضرب المكونات ديت، لسه هنحط بقيه البهارات وهوريها لكم. زي ما احنا سامعين دي فقره الدوشه بالظبط اهوت. انا بدات احط بقيه المكونات كلها، دي بقيه البصل ودي بقيه الخضار ودي بقيه الفراخ، وهحط كام فص ثوم كمان، وهضرب ده كله وبعدين هنضيف له بقى البقسماط ونضيف له البهارات. فهضرب الدوشه دي كلها كده عشان الصوت وهوريها لكم. انا ضربت البصل والخضار والثوم لوحدهم، ودي بقيه الفراخ. هننزل بقى دلوقتي عليهم بالبهارات زي ما احنا شايفين كده، لان انا لسه هضربهم تاني في الكبه. وهننزل عليهم بمعلقتين من البقسماط لحد ما نشوف هي هتحتاج بقسماط قد ايه، تمام. ومعلقه من النشا اهو، معلقه من النشا. هنقلب الخليط ده كده كله مع بعضه. اهو، وهنديله بقى ضربه كلها في الكبه، وهوريها لكم بعد ما تتضرب، وازاي بقى ممكن تصبعيها، ممكن تعمليها مدوره، ممكن تعمليها كور صغيره زي ما انت حابه. فهضرب كل ده في الكبه واوريها لكم. كده انا ضربتها خلاص كلها هي في الكبه وبقت ناعمه، بس انا حاساها لسه بتلزق، عشان ما تلزقش معايا فهحط لها شويه من البقسماط اهوت. وهبدا ان انا ادعكها كده في بعضها. اولا احنا غاسلين ايدينا كويس جدا، عايزه بقى تصبعيها على سيخ وتشويها، عايزه ان انت تصبعيها على في معلقه، لو مش متوفر عندك سيخ او اي حاجه ممكن ان انت تصبعيها كده على ايدك بنقطه بقى زيت. احنا عارفين ان كفته الفراخ بتلزق معاكي، فبنقطه ميه او نقطه زيت هتبداي ان انت تصبعيها. تصبع معايا اهيت بكل سهوله اهيت. تعالوا نعمل مع بعض واحده تانية. تبداي بقى ان انت تعمليها وتخزنيها عندك في الفريزر وتطلعي وقت التحمير براحتك. ممكن ان انت تعمليها زي كور كده زي كفتة داود باشا اهيت وتشوحيها. فالطريقة اللي انت حباها اعملي بيها، يعني مش هتفرق معاكي.
اهي بتتكور اصلا وبتتشكل معاكي بكل سهوله اهي. فانا هبدا بقى ان انا اشكلها كلها واوريها لكم. كفته اهيت انا صبعتها، وحبيت ان انا اعملها في صينيه بطاطس، تحتها مقطعه بطاطس شرايح رفيعه جدا اهيت، يعني مش تخينه، عشان زي ما احنا عارفين ان الكفته ما بتاخدش سوا كتير، في نفس الوقت البطاطس تستوى معاها. انا قطعت الشرايح ديت، ومقطعه شرايح بصل وشرايح طماطم، ورصيتها في الصينيه. بهرت البطاطس بتاعتي بفلفل اسمر وكمون وكزبره وشويه من بهارات الفراخ، وقمت رصه البطاطس بتاعتي في الصينيه زي ما احنا شايفين كده، ورصيت فوقها الكفته. هغطيها، بس قبل ما اغطيها هحط لها، لا اما لو ما عندكيش شوربه حطي لها ميه، يعني كوبايه ميه عشان بس البطاطس بتاعتك تستوي. بس انا متواجد عندي شوربه فهحط لها شوربه. تمام، فانا هحط لها شوربه دلوقتي اهيت عشان البطاطس تستوي، وهغطيها بورق فويل وادخلها الفرن، تطلع تحفه في منتهى الجمال. تمام، هوريها لكم بقى لما تطلع من الفرن. كفته اهي بعد ما طلعت من الفرن، حطيتها تحت الشوايه اهو. شايفين معانا الكفته طالعه مستويه وجميله ازاي. ايه يا فروحه اهي مستويه، طعمها مظبوط، والبطاطس برضو اللي انا حطيتها تحتها عشان احنا بنحب ناكلها مستويه خالص اهي. بس ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله. يا اجمل عيله في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.